اعرف منك يا صاحبي مين عايزه يكمل معاك في 2026 ومين عايز تقول له خلاص كفايه عليك كده ما تكملش معايا؟ يا جاستن نادر، انا مش عايز اشوفك في حياتي تاني خالص خالص خالص. بص يا حوده، ما تكملش معايا 2026 دي عشان انت وش امك فقر اصلا. اطلع بره. الله يحرقك يا خالد بجد، مش عايز اعرفك تاني بجد. يخرب بيت ام الصدفه اللي عرفتنا على بعض بجد. اللي تمام معايا مارك عادل، لكن كراس رامز عايز اقول له امشي وما يجيش تاني. لا مين؟ مش عايز اشوف تاني كراس رامز. اللي يكمل معايا امي وابويا اخويا ومفيش حد تاني. بس في ناس عملت معايا حركه مش احسن حاجه، انا زعلان منهم برضو وهقول اساميهم. خالد النجار مش عايزه خالص. مش عايزه تاني خالص. زميلي اللي هو خالد ده بقى انا عايز اقطع معاه السنه الجايه ان شاء الله، ومش عايز اكمل معاه بجد. اتخنقت منه، كل ما نيجي نروح درس يفضل يقول لي هنزوغه ملهاش لازمه الحصه مش عارف ايه، ويفضل بقى يوسوس لي شبه الشياطين لحد ما غديت منه الصراحه. انت ده لازم تبعد عنه، اي حد يبعد عنه. وربنا يبعدك عنهم ولا تشوفهم يبقى يتعاملوا معاك خالص. والله عامل شبه الشيطان، خنقني بجد. عارف اقسم بالله عندنا حصه فلسفه حضرناش غير 3 حصص من اول الترم بسببه. واحد اسمه جوفاني وواحد اسمه فادي، مش عايز غيرهم. شكرا على كده، دول السالكين من جوه. بس كده. الناس اللي هتكمل معايا الصحبه الحلوه، الناس اللي في ظهرك تمام، لكن اي حد بقى ناقص مش سالب لك الخير ده ما يكملش معايا ان شاء الله. واللي بعدوا عني طبعا اللي هم العالم الناقصه والمنافقين، اللي تلاقيه معاك فاهم انت وقت الفرح، وقت ما يلاقيك حزين ولا واقع في اي حته يقول لك لا باي باي، مش سكتي ولا الشغله دي.